البنزين زاد مش كده؟ طب تعالى، عربية بتستهلك بنزين أقل ب 60% من أي عربية تانية. التفويلة الواحدة قادرة تمشيك أكتر من 1000 كيلو، ده ما بيحصلش في أي عربية تانية. تكلفة صيانتها أقل ب 31% من أي عربية تانية. حتى الصيانة نفسها بتتعمل كل 15000 كيلو مش كل 10000 كيلو زي أي عربية تانية. فرحبوا معايا BYD سيلان 6 DMI سوبر بلاج-ان هايبريد. زعقنا كتير، نشرح بقى. الدي ام اي ده اختراع من BYD، بتحط بنزين وبنشحن كهرباء. دي ام اي دول مود انتليجنت. ركز بقى عشان انا هتعب في الشرح ده. العربية دي دفع كلي للعجلات، فيها موتورين كهرباء، واحد قدام وواحد ورا، وفيها موتور بنزين. المواتير الكهرباء والبنزين متوصلين بالعجل، مش ريف. الريف موتور البنزين مش متوصل بالعجل، لكن دي موتور البنزين متوصل بالعجل، وده حاجه لذيذه. عارف ليه؟ لان السيستم هنا ذكي جدا. لما تبقى ماشي جوه البلد، اللي بيحرك العربيه هو الموتور الكهرباء والبنزين مش شغال. لما البطاريه يبتدي الشحن فيها يقل، موتور البنزين بيشتغل كمولد عشان يشحن البطاريه. لما سرعتك تبقى اعلى 90 100 110، موتور البنزين بيشتغل عشان يحرك العجل مع المواتير الكهرباء. امتى الكهرباء تحرك العجل، وامتى البنزين يشتغل كمولد، وامتى البنزين والكهرباء الاتنين يحركوا العجل، ده اللي بيحدده سيستم الدي ام اي الاختراع بتاع BYD، بناء على هو شايف ايه بالظبط والعربيه محتاجه ايه. استهلاك البنزين في الليله دي بقى يعمل له 4-5 لتر كل 100 كيلو، ده لو انت عايز توفر. انت يا عمنا، ما اللي انت بتقوله ده موجود في البلاج-ان هايبريد العادي بقالنا سنين. ايه ناقصه اشتغالات؟ طب والنبي يا رجاله، حد بس يحطه في الشنطه ال 554 لتر دي قبل ما نخلص الكلمتين اللي بنقولهم. في فرق طبعا ما بين الدي ام اي والبلاج-ان هايبريد في كام حاجه. اولا البلاج-ان هايبريد هي عربيه بنزين بس الكهرباء اتدخل في الموضوع، لكن الدي ام اي هي عربيه مبنيه انها تبقى كهرباء والبنزين هو اللي اتدخل في الموضوع. حجم البطاريه في الدي ام اي كبير، ممكن تمشيك لحد 100 كيلو عادي جدا، لكن في الهايبريد العادي بطاريه صغيره تمشيك 20-30 كيلو بالعافيه. في الدي ام اي بتاخد هدوء الكهرباء ومفيش نقلات في الفتيس، هو فتيس من نقله واحده لانها زي ما قلنا في الاساس عربيه كهرباء. لكن في الهايبريد العادي بتحس ان في نظامين بيتخانقوا مع بعض، البنزين بيتخانق مع الكهرباء. فهمت بقى حاجه يا سيدي؟ ما انت لو ما فهمتش يبقى تعيد الفيديو من الاول. انا عارف ان الموضوع ملعبك بس هو موافق. هل بقى الموضوع ده عملي وايه هي عيوبه ومميزاته؟ تستناني بقى في الفيديوهات اللي جايه اللي فرمنا فيها العربيه دي. يلا، محمد الباشا، سلام.